مش يمكن اللي بتحبه كنت فاكره واحد تاني؟ الدماغ بتحب ترتاح حتى لو هتصدق وهم. احنا كتير ماشيين في حياتنا مقتنعين ان رأينا هو الطبيعي، وان معظم الناس اكيد شايفين نفس اللي احنا شايفينه. علماء النفس بيسموا ده وهم الإجماع الكاذب، يعني إن دماغنا بتفترض إن أفكارنا وآرائنا معمولة نسخة عند الكل، مع إن ده أبعد ما يكون عن الحقيقة. ومعاه كمان يجي التعميم، موقف أو تجربة نبدأ نكبرها ونحولها لقانون نمشي بيه على كل الناس وكل المواقف المشابهة. حد عنده تجربة سيئة مع راكب موتوسيكل، يبقى كل اللي راكبين كده. تجربة مع لاعب كورة، خلاص كلهم نفس الطبع. واللي بيحصل إن الدماغ عشان تريح نفسها بتختصر وتعتمد التعميم ده، بس النتيجة إنها تحرمنا من الواقع زي ما هو. في العلاقات، أول ما نقابل حد جديد بدل ما نتعرف عليه بهدوء، دماغنا بتجري تملى الفراغات وتبني قصة كاملة من ابتسامة أو كلمة شبهنا، وتخيل لنا إن ده الشريك المثالي اللي مستنيينه. ساعتها احنا مش بنقع في حب الشخص اللي قدامنا، احنا بنقع في حب الصورة اللي دماغنا ألفتها، وفكرة إن التاني أكيد بيفكر زينا. وعشان كده الخلاف ساعات بيبقى صادم، كأنه خيانة، أو الإعجاب ينهار فجأة لما الحقيقة تكشف عكس القصة اللي بنيناها في خيالنا. الفكرة دي ممكن تبقى مزعجة، بس في نفس الوقت بتحررنا، لأنها بتفكنا من أسر الوهم وتسمح لنا نشوف الناس والدنيا زي ما هي فعلا، مش زي ما دماغنا حبت تتصورها. ومع العلاقات، ادي نفسك فرصة تشوف اللي قدامك زي ما هو، مش زي القصة اللي دماغك حبت ترسمها. يمكن تكتشف ان الواقع أصدق وأبسط بكتير من الفيلم اللي في خيالنا.